بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بص بقى، أنا النهاردة عايزة أعمل إيه؟ عايزة أعمل رقاق. يعني عايزة أعمل صينية رقاق باللحمة المفرومة، بس أنا بحب أعمل الرقاق في بيتي. خلاص، هنعمله إزاي بقى مع بعض؟ أهو هاخد مثلا إيه حوالي بسم الله ما شاء الله كوبايتين 2 دقيق. أنا بحب أعجنه وأنا أعمله، وأنتوا هتشوفوا أنا هسويه في إيه دلوقتي. بسم الله أهو، يعني نزود كمان عشان انا اصلا الصينيه بتبقى ايه 8 رقاقات، 4 تحت و4 فوق. خلاص اهو. وهنجيب يا جماعه هنا سنه ملح، بيقولوا ايه سنه، يعني سنه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هبتدي بقى اعجن. بسم الله الرحمن الرحيم، على قد ما ياخد مني يعني الدقيق. هو كده شكله عاوز تاني، عاوز ميه تاني. ماشي، انا هجيب بقى معايا ميه هنا. هحط بالويم كده، ما كترش لغايه ما احس ان هي اتعجنت معايا وبقت عجينه لينه حلوه اشتغل بيها بقى. ده لما انا الدقيق كده بالعجينه ده. الرقاق ما بيتحطش فيه يا جماعه خميره، ما بيتحطش فيه خميره خالص، هو ميه وملح والدقيق بس. نشتغل بيه على طول بقى، وكلنا نقدر نعمل كل حاجه في بيتنا ونظافتنا في ايدينا. هي اهي، بصوا بتلم نفسها بنفسها، مش بالمقادير يا جماعه، مش بالمقادير، هو بعينك انت كده بتشوفي الدقيق عاوز ميه قد ايه، تحطي قليل وتشتغلي، محتاج تاني حطي بالراحه لغايه ما تحسي ان العجينه اتظبطت معاكي. هي كده شكلها ايه، عايزه شويه دقيق تلم نفسها بيها كده يعني. يا جماعه هنا قدامكم مقادير الدقيق ده بقى ايه حسب الطلب زي ما انت عايز. انا هعمل يا دوبك على قد صينيه، يعني صينيه الرقاق. يا جماعه في ايدينا اهي العجينه اهي، في ايدينا احنا اهي. خلاص برضو ايه نهديها كده بشويه دقيق عشان ايه تلم نفسها وتلم اللي في ايدينا. سهله جدا، مفيش حاجه صعبه يا جماعه. اللي ما بيعرفش النهارده يتعلم ويبوظ ويرجع يتعلم تاني، وهتلاقيها جت معاكي بعد كده. احنا ما اتولدناش بنعرف نعمل كل حاجه يعني. بقت في ايدينا زي الفل اهي. خلاص بنيجي بقى عند التقطيع بتاعها. نلم العجين اللي في ايديا ده. يعني رمضان كريم وشهر مبارك عليكم وعلينا وعلى كل مسلمين العالم يا رب، جعلها سنة سعيدة على الناس كلها. نيجي بقى بناخد شوية دقيق هنا. طيب معرفش شايفينها ولا لأ، استنى. نجيب صينية كده. خلاص أنا مش عايزة مية تاني، مش عايزة دقيق تاني، عشان تشوفوا معايا بس أنا بعمل ايه. نيجي بقى بنقطعها. بصوا يا جماعة بعملها ازاي عشان تبقى كلها مقاس واحد يعني.
بس انا حاسة ان هي كبيرة. 3. لا هي مش هتيجي، انا برضو هبقى ايه اخد من كل واحدة شوية. 4. 5. 6. يا اما خلي هي هتبقى كبيرة، خلي 3 تحت و3 فوق، مفيش مشكلة يعني. نلم ايدينا كده، نلم العجين معانا. انا بس عايزة ابعد عن ايدي. لازم بشوية دقيق. نظبطهم دلوقتي تاني. اهو كده واحدة، بس دي كبيرة جدا مع ان القطعية واحدة. 2. 3. هو دايما يقولك ايه، اي صينية رقاق 4 تحت و4 فوق، مش مشكلة لما نعملها 3 تحت و3 فوق. انت هنا اهو، دي اللي قدامنا احنا دلوقتي. خلاص 4. حاسة ان دي كبيرة شوية، مش مشكلة، يلا بالهنا والشفا. خلاص نغسل ايدينا بقى. انا منضفة هنا على فكرة يا جماعة، منضفاها زي الفل. باجي بقى بعمل ايه، ناخد شوية دقيق كده اهو، ونفردهم. ماشي، بسم الله ما شاء الله. اهو نعمل كده. انا مش عارفة انتوا شايفيني ولا لا، نظبط الكاميرا اهو. خلاص، واقلبها. ممكن نعملها بدي، بسم الله ما شاء الله. هرجع اكمل عليها بالنشابة برضه اهو يا جماعة. الرولة دي موجودة في كل مكان دلوقتي. برضه على قد ما نقدر. بسم الله ما شاء الله. العجينة زي الفل. عجينة الرقاق يا جماعة ما فيهاش خميرة، ما بتحطش فيها خميرة وتقولوا بقى لما يخمر وكده، لا. بسم الله ما شاء الله. هنحاول احنا بقى نخليها مدورة كده اهو، شايفينها معايا؟ مش عارفة، استنى نظبط الكاميرا كده اهو. نحاول يا ربي اهو. نعمله احنا ببيتنا بايدينا ونظافتنا بايدينا، وبدل ما نجيبه غالي بره، هو كيلو دقيق يظبط الدنيا كلها. ولا 30 ولا 40 ولا 50، احنا بنعمل كل حاجة. انا بقى هنا معايا نشابة دي بقى عشان ايه، ارققها شوية بقى. هي الرولة عملت اللي عليها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. نخف صوابعنا جامد، نخف صوابعنا جامد قوي. وبرضو نحط شوية دقيق اهو، بس عشان ايه اهو. برضو بتمسك، عايزة دقيق تاني من جوه، برضو عايزة دقيق من جوه. دوت لازم انا هزودها دي. هتعمل معانا كلنا كده يا جماعه اهو. لما تعمل معاكي كده تحس ان هي مسكت في النشابه، يبقى هي عايزه ايه، تتبطط بشويه دي. وانا هوريكم في الاخر هنفضه ازاي. ايه مش عارفه الفيشه دي ايه اهي، برضو دي اهو. محتاجه من الحروف شويه دي. مش عارفه السلك بتاع الكاميرا عمال يهرب مني. زي ما انتم شايفين اهو، البطاطا وهي مفروده كده اهي يا جماعه. بتكبر معايا اهو، بتوسع معايا.
شايفينها كبرت ازاي؟ طيب هنيجي بقى نسويها في ايه، هوريكم انا هسويها في ايه. الاول بقى بنعمل كده، بصوا بقى بننفضها من الدقيق اهو. شفتوا بقى الحركه دي؟ اهو نفضوها من الدقيق لازم عشان ما تلاقوش بقى اصفر معاكم. خلاص بس احنا هنا هنسويها دي، سخناها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول تجربه ليا في الطاسه دي بتاعت كريب يا جماعه. دي كده اول تجربه ليا ان انا اتعامل معاها. خلاص فاحنا هنشوف هنوصل لغايه فين معاها كده اهو. مفتكرش ان هو هيقب فيها، اول تجربه ليا. شاريها من بدري وقلت ايه ما اشوف هتعمل معايا ايه في الرقاق. نقطعها. شكله كده هيبقى رقاق طري. طب بصوا انا هجرب كده نغطيها بغطا حله. لا صغير. شوف كده انا موطيه النار قوي. دي اول تجربه. نعمل نشوف بقى هيطلع منها ايه. ممكن يبقى يطلع رقاق طري. شوف كده. طب ماشي هجرب كده نغطي بحله. يمكن تقب. نشوف كده هتعمل معانا ايه. اه والله في فقاقيع هي كانت هتقب بينا. جرب كده. طب استني برضو في حاجة تانية. اخر حاجة دي بقى. احنا عايزينها تقب كده، تبقى فيها بقليل كده. ما نشوف هتعمل معانا ايه كده اهو. يا رب يكون يا رب كده ايه مشروع ناجح. اه والله بتقب اهي. طب كويس قبت. هي بتاعت الكريب، انا شاريها للكريب بس قلت اجربها في الرقاق ونشوف كده. اه قبت اهي قبت اهو اهي. انا موطيه النار جامد يا جماعه. انتوا بقى لو عندكم مثلا واحده زي دي غطا حله اكبر وغطوا بيها. هنا بتساعدها ان هي تبقى ايه النار يعني السخونيه فوقها وتحتيها فهتقب معاكم. الله اهي يا جماعه اهي. بصوا قبت ازاي، شايفينها قبت ازاي اهو. ولا خميره ولا غيره، انا ما حطيتش خميره خالص قدامكم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله. بس ده لما غطيتها، لان هي لازم زي اي فرن بلدي بيعملوا فيه الرقاق بيبقى مقفل من فوق كده، فدي لازم تبقى مقفله برضه. فرحانه بيها قوي.
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الواحد بيفرح لما يعمل حاجة في بيته كده بنفسه. يعني تاني بره بقى الله اعلم. دلوقتي انا ما سألتش الله اعلم ب50 ولا ب60 جنيه بقى اللي هو الشنطة اللي بيجوها دي، انا ما سألتش فيها، بس سمعت يعني ناس بيقولوا قدامي كده. بس فاحنا اهو كيلو دقيق ب18 جنيه هتعملي بيه. اهي قبت اهي طويلة خالص والله. بص احمرت كمان. يبقى اطلعها في ايه الصينية فين؟ شايفين يا جماعة؟ وعملنا رقاق في بيتنا. اللي بقى الناس ايه كلنا نتعلم كده ونعمل كده اهوت، مفيش حاجة مستحيلة. سخنة جميلة خالص ايه. بصوا شايفينها قبة اهي جميلة ازاي. صورها بس الحتة دي كده. بسم الله ما شاء الله. يمكن هي برضو ايه يعني قبت بنسبة 75% كده، اللي هي خلاص مش مكتومة. دي تبقى حلوة معانا قوي كده لما نيجي نشتغل بيها في صينية الرقاق. كده كفاية بقى خلاص. ادي قدامكم اهو بسم الله ما شاء الله. عملنا الرقاق مع نفسنا اهو. طيب انا هكمل بقى وارجع لكم تاني. كده احنا عملنا اهو 6 رقاقات في بيتنا بايدينا اهو. هيعملوا صينية محترمة ان شاء الله. وديكوا شفتوا الطريقة معانا سهلة جدا ونقدر نعمله في بيتنا. خلاص احنا نبتدي بقى الاول نحط سمنة هنا علشان خاطر ايه في الصينية. بسم الله ما شاء الله. مع ان هي تيفال مش هتلزق بس برضو خلاص. نيجي بقى نعمل ايه. صنع ايديا الرقاق ده، صنع ايديا وحيت عليه. بسم الله ما شاء الله. هنبله ادي نبله كده. انا بعملها بطريقه اهالينا يا جماعه. اهالينا كانوا بيعملوها كده. بسم الله ما شاء الله. رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعادة. قعدة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الإحسان كله عباد. رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعادة. قعدة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الإحسان كله عباد. ابتدي بقى اقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مش يعني ايه التدويره مش مظبطه معايا لان انا اللي عامله الرقاق مش شاريه كده. يعتبر اول مره اعمله في البيت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. عشان هو لسه برضه ناشف. انا بقى بقطعه ليه وهو ناشف كده؟ علشان ادخل شويه شوربه فيه من النص تديها طراوه شويه. الشوربه بتاعته نضيفه لسه.
بس كده. يبقى هنسويها ونرجع لكم تاني. يلا يا حبايبي، ادي السفرة بتاعتنا بتاعت النهارده اهي، الملوخية الخضرا الجميلة ولسان العصفور دوت والعصاير والفراخ بتاعتنا جميلة، والرقاق اللي انا عاملاه بايديا اللي عجناه وخبزاه. يلا كل سنة وانتم طيبين. المغرب بتدن اهو، المغرب بتدن. يلا النرمين والمخللات اللي احنا برضو عاملين بيها فيديو مع بعض قبل كده، اللي هو البصل والجزر والليمون والفلفل. يلا يا حبايبي، يلا يا محمود حط يا بابا. فين العيش؟ حط الرز يا نورة. يلا شيل العصاير دلوقتي. امسكوا واقفة انا. شفتي بقى؟ طب اعمل ايه؟ اعمل انا كمان. شيل العصير وسعوا لنفسكم. يلا يلا. الله اكبر الله اعظم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا رسول الله. اللهم ارحم امواتي واموات المسلمين جميعا يا رب. يلا بقى اتفضلوا افطروا معانا وكل سنه وانتم طيبين. ونقفل الفيديو بقى عشان ايه، كلنا خلاص جه ميعاد الفطار بتاعنا، هنفطر. المغرب اتدنت خلاص. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.